السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدين ومتابعين قناة الكرة مع صبري. طبعا بنبارك لجمهور نادي الزمالك، الجمهور العظيم، الجمهور الداعم، الجمهور المساند، الجمهور اللي دايما واقف في ظهر فريقه وبيسانده لحد آخر لحظة. يعني نادي الزمالك النهاردة احنا في يناير 2023، الزمالك لم يحقق أي انتصار في 2023 إلا النهاردة 29 يناير، شهر كامل. طبعا تعرض الزمالك ل أكتر من خسارة وأكتر من تعادل، وطبعا إخفاقات وتخبط إداري وتخبط في الجهاز الفني ومشاكل. يعني ما نعرفش جت دخلت على الزمالك منين، مع ان يعتبر نصف الدور الاول بالظبط، او يعني قبل 2023 كان الزمالك يعني متصدر وفارق الاهداف واقوى هجوم واقوى خط دفاع، وما نعرفش ايه اللي حصل. طبعا مش هنعلق على فيريرا والاخطاء اللي ارتكبها والحاجات اللي اصلا احنا عرفناها مؤخرا. يعني هو برضو احنا يعني بنكن له كل تقدير واحترام. راجل برضو وصل لسن كبير، 77 سنة، مش شوية. فطبعا كان الامور في الفتره الاخيره مش مظبوطه، هو في وادي واللعيبه في وادي. كل لاعب بيلعب في مركز مش مركزه، عشان كده مش عارف يأدي. النهارده لما كل واحد لعب في المركز بتاعه، شفنا الاداء عامل ازاي. الشوط الاول في تراجع الشوط الثاني، بس طبعا يعني زي ما بيقولوا المكسب يجيب مكسب. الزمالك بيحاول يحافظ على المكسب النهارده، بحيث ان هو يعني ايه، يرفع الروح المعنويه للعيبه ويقدر ان هو يكمل بنفس المسير. طبعا الزمالك فاز النهارده على فيوتشر، الفريق العنيد، الفريق اللي بيلعب كره كويسه وبيقدم كره كويسه. واول اخفاق لفريق فيوتشر الدور الاول كان الماتش ده على يد الزمالك من 16 جوله. ده برضو يعني رقم مش قليل لفريق يعتبر تاني موسم ليه في الدوري. فطبعا الزمالك النهارده قدم مباراه كويسه. كان في اخطاء في الدفاعيه فيه، بس طبعا الامور دي هتتعالج مع عوده طبعا محمود شبانه وعوده الونش ان شاء الله بعد التاهيل. ان كان محمود علاء هيرجع مش هيرجع، مش عارفين الدنيا هتمشي ازاي. فباذن الله الزمالك يكون في الفتره اللي جايه احسن واحسن. وطبعا ايه، بيراميدز قدم لنا هديه النهارده بان هو تعادل مع سيراميكا. فبيراميدز دلوقتي في المركز الثاني برصيد 31 بونت. فيوتشر في المركز الثالث برصيد 31 بونت ايضا. الزمالك في المركز الرابع برصيد 29. فالزمالك لو استطاع الفوز في المباراة القادمة أمام في فاركو، هيكون برضو الماتش ده ماتش صعب شوية، لأن فاركو من الفرق اللي برضو بتعرف تلعب كورة وفيها لعيبة كويسة، بتمتلك عناصر كويسة. فطبعا في حالة فوز الزمالك هيوصل للنقطة إن شاء الله 32. ولو تعثر بيراميدز وفيوتشر بإذن الله هيكون برضو نفس النقاط، ولكن ممكن تفرق بالأهداف. نتمنى التوفيق للزمالك في المباريات القادمة. وطبعا جمهور الزمالك مش عاوزين طبعا نزعل ولا يعني نغضب من الإدارة أو من مدير الكورة عندنا، أمير مرتضى، بسبب صفقة البقدونس اللي الأهلي جابها ده. يعني انا شايف ان هو لعب، مش يعني اللعب اللي بيحصل او بيتعمل عليه ضجة زي دي ما بيأديش. وطبعا الاهلي جايبه مش استفادا منه، مش هيستفيد منه خالص. الاهلي كان بيدور على مهاجم. اللي احنا عرفناه في الفترة الأخيرة إن كولر قال في أكتر من تصريح بعد المباراة إن هو بيدور على مهاجم، لأن المهاجمين اللي عنده في الأهلي مش مقنعين. فبالتالي لما صفقة المهاجم بقى فيها تغالي، مش الأهلي ما عرفش يخلصها، فراح يجيب الصفقة دي من الزمالك يعني إيه، انتصارنا على الزمالك عشان يرضي جمهوره. يعني لازم احط الزمالك في جمله مفيده عشان يرضي جمهوره. احنا الزمالك دخلنا احنا والزمالك في صفقه البقدونس، فاحنا خدناها. فيبقى احنا كده ايه، بنعتم على قصه ان احنا ما فشلنا في التعاقد مع مهاجم. فطبعا جمهور الزمالك احنا اللاعب ده مش لازمنا اصلا، لان مكانه يعتبر مكتمل في الزمالك، ومكانه ايضا مكتمل في الاهلي، وهنشوف هو هيلعب في الفتره اللي جايه ولا لا. فطبعا
كل الانديه او انديه شمال افريقيا لما تحتاج ان هي تسوق لاعب او تعلي اسم لاعب فلازم يدخل الزمالك في جمله مفيد. ان دخلنا الزمالك ففي فريق تاني لما بيسمع اسم الزمالك بيدخل عايز يخطف الصفقه، زي ما حصلت مع مروان عطيه في الاتحاد. الزمالك دخل اتكلم عليه، راح الاهلي دخل خطفه من محمد بن صلح. الزمالك دخل اتكلم على حسام حسن، راح متصل فرج بيه عامر على محمود الخطيب يلحق هياخد حسام حسن، راح واخدينه ب 40 مليون ورجعوه ببلاش اعاره. فصفقات كتير في الاهلي فشلت بسبب البروباجندا اللي بيعملوها. وطبعا ان شاء الله باذن الله صفقه البقدونس دي تفشل، ويعني احنا بنتمنى التوفيق لكل لاعب، بس طبعا يعني ما تدخلش الزمالك في جمله مفيده عشان انت تستفاد ماديا. لا انت خلاص عايز تروح الاهلي قول انا عايز اروح الاهلي، لكن مش عايز اروح الزمالك واطلع فيديو انا بحب الزمالك وما اعرفش ايه وفي الاخر تروح تمضي في الاهلي. لا، الزمالك مش شماعه هو اللي هيعديك. فبنتمنى التوفيق للفريق الزمالك في المباريات القادمة، وفي المباريات الأفريقية برضو القادمة إن شاء الله. نتمنى التوفيق للجهاز الفني والتوفيق للعيبة وتقف على رجليها وطبعا نواصل سلسلة الانتصارات في الفترة اللي جاية. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.